صلوا على النبي. بما ان احنا في رمضان، عمرك سمعتوا عن النصب الحلال او باختصار النصب القانوني؟ يعني في حد ممكن ينصب على 100 200 300 شخص ويعمل ملايين وقانونا محدش يقدر يكلمه؟ انت كشخص عايز تسافر اوروبا، انا ليه بقترح لك دولة بولندا؟ ليه؟ لان بعد حصولك على الاقامة البولندية تقدر تخش جميع دول الاتحاد الاوروبي باسهل الطرق واقل تكاليف. بديهي ان اي دولة في الشنجن يكون معاك اقامة فيها تقدر تتحرك من دولة لدولة. لو انت معاك اقامة في بولندا تروح ايطاليا، تروح المانيا. بس بولندا وكذا دولة ما ينفعش تعمل معاهم كده. ليه؟ صلى على النبي. مبدئيا في نوعين فيزا في هولندا، منهم فيزا وطنيه ما بتسمحلكش تطلع بره. طب سيبك من دي، هنقول ان انت هتاخد فيزا شنجن دراسه في بولندا. ازاي بيمنعوك تطلع تشتغل بره او تنجل بره؟ بحاجه واحده، ان هو انت معاك سنه دراسه، بتقدم على فيزا سنه دراسه، تفضل في الانتظار حوالي 10 شهور 11 شهر، تاخد الفيزا، تاخد كارت الاقامه، يكون فاضل فيه شهر تقدم على الجديد. فلما تستلم كارت تقدر تطلع بيه بره عتبه بولندا، بيكون خلاص هو جرب على الانتهاء. وخلال المده القصيره دي اخرك تطلع بره بولندا زياره، تتفسح، معرفش ايه. لكن انك تنقل من دوله لدوله تانية وانت جاي بولندا عقد عمل او دراسه، الموضوع مش بالسهوله اللي انت متخيلها. لدرجه انك ممكن تروح وانت في بولندا ومعاك اقامه في بولندا المانيا، يقول لك روح قدم في السفاره الالمانيه في بولندا. حتى لو ما تعرفش تتكلم بولندي، احنا اصلا ما بنطلبش منك لغه، ولسه طبعا الاسباب كتير. ده غير ان احنا مش محتاجين منك كشف حساب بنكي ولا مؤهل دراسي. كلمني. ولو ما معكش بطاقه خلاص احنا حفظنا شكلك. الكلام ده كلام معرفش ازاي ان في ناس بتصدق الكلام ده وبتمشي وراه. بص، مبدئيا عقود العمل موجوده في كل العالم، لكن مش بالصوره اللي انتوا بتشوفوها دي. عقود العمل اللي بتجيب ناس من بره معموله للعماله الماهره. يعني رقم واحد لغه، تمام؟ او لغه العمل، عشان ما حدش يقول لي لا انا اعرف ناس في بولندا شغاله ومعاها انجليزي. ماشي، لغه العمل كده، يعني لغه العمل في مجال التكنولوجيا عموما مثلا انجليزي، فتمام، برضو في لغه. تاني حاجه المهنه والخبره في المهنه واحتياج الشركه اللي بعتالك، وقصص كتير خالص محدش من الناس دي بيوفرها. طبعا الراجل كلامه لحد هنا لسه مفيش مصايب، المصايب جايه قدام. يلا نكمل. مش معاك اقامه؟ لا، لازم يكون معاك اقامه. اللي جاي ده كومنتات انا كاتبها له في اللايف وواخد عليها ردود. اول كومنت كتبته له: في ناس عن طريقك دخلت بولندا. رده كان ايه؟ مبدئيا انا سؤالي ما بيأكدش حاجه، يعني حتى لو هو جاوب على السؤال وقال في فلان ولقيته مصور فيديوهات مع ناس احنا وصلنا واحنا معرفش ناس بعتله فيديوهات من بره، ده مش تأكيد. وفي ناس هنا كتير من كل الجنسيات ممكن يعمل لك 1000 فيديو يقول لك فلان سفرني، فلان وداني، فلان جابني، في مقابل 10 يورو 20 يورو. مش دي القصه. لكن انا سألت السؤال عشان بس اشوف رده اللي انتوا هتسمعوه دلوقتي ده. يا فندم، حد من عندي وصل بولندا. قال يا فندم في حد من عندي وصل بولندا. فقلت له طيب اللي وصل من عندك بولندا دي فين؟ ممكن نجاب له ونتاكد منه. شوفوا اللي جاي. معاك الشهاده اللي انت واخد بيها الاعفاء؟ مش انت وحيد معاك شهاده؟ بتوكيلك 9 شهور. هنعمل ايه طيب في الموضوع ده؟ ينفع اطلع من هنا؟ ينفع، بس لازم تعدل وضعك اقامه. استاذي السؤال بالكامل حاضر. لسه طالع من يومين يعني من خليج تأشيرة السفر. فين اللي وصل من عندك نتأكد؟ هتتأكد منه ازاي؟ هترن عليه؟ انا معرفش عنه حاجة اصلا. هرن عليه يا روش. مش فاكر زمان كان الجماعة اللي بيعملوا مكاتب السفر دول اخر حاجة حضرتها يعني كان بيكلفوا شوية، كان بيجيبوا بنات كده حبكة الحبكة وظبطة الظبطة ورفع الشنطة وقمطة القمطة. مش ايه اللي نستغفر الله العظيم، ما علينا. يعني كان بيعملوا شغل كده ياكل. لكن دلوقتي بيسترخصوا، يعني فاهمني؟ اللي هو هتأكد منه ازاي؟ هترن عليه. ايوه يعني احنا مش عايز اتكلم. هرن عليه اتأكد منه عادي. هقول لحضرتك على حاجة بالنسبة بس للناس اللي تأكد وبتقول لك اديني رقم واحد سافر هناك علشان خاطر اتأكد معاه. هو انا هقعد مراقبه؟ خلاص هو شاف حياته، انا طلعته، جاتني وسيلة ان انا طلعته، انا مش هراقبه. ده هو يزهق مني يقول لي يا عم انت عايز ايه مني؟ ايه؟ خلاص يا عم شكرا، اللي كان بيني وبينك وفض وخلص الحوار. فبقى شوية اسئلة الصراحة يعني حاجة تفور الدم. ولا بلا تفور الدم بلا تفور الزيت. اظبط، ده لسه التجيل جاي. بيقول لك وانا لما واحد يوصل هكلمه
وهتواصل معاه ليه؟ ما هو وصل، ده أنا لو اتواصلت معاه يقول عليا بارد، مش أحسن ما أقول عليك أنا نصاب؟ يعني فين المنطق؟ فين المنطق؟ ملحوظة يا جماعة، في الأول قلت لك دي نصبايا حلال أو شرعي. ليه؟ أنا لما أروح في أي دولة، هو في الإمارات وفتح مكتب في اسكندرية، لما أروح أي دولة وأفتح شركة خدمات سياحية وأفتح الشركة دي رسمي، دي قانوني، يعني دي نشاط قانوني. إن أنا مثلا عمل لك ترانسفير من المطار للفنادق، عمل لك معرفش إيه، خدمات سياحية عادي. لما هو بيشتغل ينصب كده من تحت لتحت، مفيش حاجة تدينه. فاللي زي دول لما تتكلموا يقول لك احنا رسمي، لو تقدر لو تعمل، بس لا، اللي زي دول ينفع يتمسكوا. يتمسكوا ازاي؟ لو لهم ضحايا اتبعهم زي كده على اللايفات. الكلام اللي بيتقال ده اتفاق، يعني الكلام اللي بيقوله ده زي العقد في الدول المحترمه، زي مثلا هو في دبي هيتحاسب. يعني كل الكلام الغلط اللي جاله ان اجيبك من غير لغه، من غير ما اعرفش ايه، ولسه الغلط اللي هيقوله قدام، كل الكلام ده لو انت اتنصب عليك من الناس دي، لان الناس دي بتنصب بمبالغ لا تتخيلها، لسه هيقول لك حسبة الفلوس قدام، والفلوس دي اللي بتنصب عليه، يعني معظم اللي في الامارات بيكون هو مغترب اصلا في بلد بره بلده، وبتنصب عليه في حوالي مثلا 5-6000 درهم، ما بيقدرش يتكلم. 7500 مره قلت عقد العمل بتاعك عقد عمل عماله في دوله بولندا، دوله شنجن الاتحاد الاوروبي، عقد عمل عماله في فنادق، في مطاعم، سوبر ماركت، في مصانع تعبئه وتغليف، جميع عمال المخازن، اي ما هو يندرج تحت عماله. تمام؟ العقد بتاعك مدته 3 سنين، قابل للتجديد 2 كمان. ملحوظه بس وهنكمل النصابات دي مع بعض. قصه عقد 3 سنين وهتجدد ومش هتجدد وبتاع. في نوعين اعقودات في بولندا، والنوعين رسمي. عقد زي باقي الاتحاد الاوروبي عادي خالص، ودي اللي بيشتغلوا بيه البولند والناس اللي معاها اقامات في بولندا الاجانب، ومش كل اللي معاهم اقامات، في معاهم اقامات بيشتغلوا على نظام العقد التاني. ايه نظام العقد التاني؟ نظام استعباد. استعباد يعني قصه انك تضمن انه يجدد لك بعد 3 سنين، انت ما تضمنش تكمل معاه 3 سنين. استعباد وشغل 12 ساعه عادي زي الدول اللي بره الاتحاد الاوروبي. ولو اعيت وقعدت في البيت يعني ما حدش بيسأل فيك، ولا تاخد اجازات ولا علاج ولا الكلام ده كله. في بولندا بيحصل فيه. اللي عايز يقول لي الكلام ده ما فيش في بولندا يقول لي، وانا اروح اصور له مع ناس مصريين شغاله بالنظام العقد اللي انا بقول لك عليه ده. مش عايز اقول لك اسم العقد ايه بالظبط عشان ما نخشش في جدال مع الناس المحنكين. خليني اقول لك في العموم كده، في عقد زي الاستعباد حقوقك كلها ضايعه فيه، وهو ده اللي شغال بيجيبهولك من بره، يعني اللي بيجيبهولك زي المكاتب بتاعت الناس دي كده، ما بتوصلش، وفي الاخر ما بتوصلش. الراجل ده هيقول لك لما حد يساله ايه الضمانات، هيقول لك بجيب لك عرض عمل الاول فبتدفع دفعه كذا، بجيب لك ما اعرفش ايه فبتدفع. كل ده ورق هو بيجيبه في الفاضي ملوش لازمه. يعني لو الورق ده ثمنه فلوس، وانتوا عايزين عروض عمل وعقود عمل والكلام ده، انتوا مفكرين ده بفلوس وهيسفر، الكلام ده عمله لكم الورقه مثلا ب 100 جنيه. الكلام ده كلام على الطباعه. انا عندي شركه بعمل عرض شغل لسيد احمد اسماعيل بكام العقد يا فندم؟ ب 9000 درهم. نسينا نكمل بقى. انت العقد بتاعك 3 سنين، ليك اجازه شهريه كل سنه، كل سنه ليك شهر اجازه. الشركه اللي طالع عليها بتوفر لك سكن، بتوفر لك مواصلات، بتوفر لك تامين طبي مجاني، ليك وجبه كل يوم. كل ده انت بتاخده في العقد بتاعك اللي انت رايحه. 9000 درهم يا ما شاء الله. طيب بصوا، موضوع ان عقد بيوفر لك تامين صحي والكلام ده، واكل وتوصيل للشغل والكلام ده كله، ما هو يعني ده، ما هو انت لو هتاخد وجبه ما هي من فلوسك، هتاخد شهر اجازه ما هو من فلوسك. انت فاهم الفكره؟ فاهم الحسبه؟ مش هيديك اكل، هيديك بدلات، مش هيديك مواصلات، هيديك، يعني هي ده المنطق. بالنسبه للتامين الطبي اللي بقول لك عليه، معلومه عن بولندا، كل يعني مثلا في المانيا بيشتكوا من الطب، يقول لك الدكتور في المانيا تروح له يقول لك اشرب ميه. لا، بولندا ما فيش كده. الدكتور في بولندا يسمعك زي مصر ويديك دواء والكلام ده. بس منظومه التامين الطبي نفسها في بولندا لا، مش يعني بالنسبه للبولند نفسهم حتى مش اللي هي يعني عامله معاك الصح، بالعكس. يعني اللي هيجادل في النقطه دي، انا عندي تامين وتامين صحي يعتبر عالي شويه كمان، وقاعد قانوني وكل حاجه، ممكن اطلع لك حاجات اني عاملها على حسابي، يعني تحاليل وحاجات عاملها على حسابي مش شامله التامين. والحاجات دي مثلا في المانيا شاملها التامين، في الخليج حتى شاملها التامين، في بولندا مش شاملها التامين، وحاجات عاملها بمبالغ. يعني لو حد مش مصدق النقطه دي بالنسبه للتامين الصحي يقول لي وانا ابعت له. تمام. التكلفه 9000 درهم في حدود 125000 جنيه مصري، مدفوع على 4 دفعات. وقلنا الدفعات كام؟ اول مبلغ جديد التعاقد، ثاني مبلغ الاوفر ليتر العرض الوظيفي، ثالث مبلغ
تصريح العمل ووعد العمل، وبتتاكد منه ان هو حقيقي من السفاره. ورابع مبلغ ترجمه الورق بتاعت حضرتك. انتوا عارفين ان الشركات اللي ما بتنصبش في عقودات العمل دي حتى برضه ما بتسافركش، بيعملوا ايه؟ بيرجعوا لك فلوسك تاني، بس بيخصموا منها نسبه، يقول لك دي ورقه عمل ودي ما اعرفش ايه، والنسبه دي هي السبوبه. انت فاهم الفكره؟ يعني هو مثلا لو خد منك 9000 درهم ورجع لك 8 ومش هتطول منه 8، يعني بس بقول لك السبوبه هي في ال1000. انت فاهم الفكره؟ 1000 كام؟ عد. اولا الناس دي لو شغاله مظبوط ولو سكتهم تمام والله ما محتاجين يعملوا اعلانات، يسفروا واحد بس. مصر كلها عايز تسافر، الكوكب كله عايز يسافر. يسفر واحد، الواحد هيجيب 10 وال10 هيجيبوا 100، لكن عشان هي ما بتتمش مع واحد. يعني في زي ما بقول لك نصابين يحبكوها شويه ويقول لك فلوسك ترجع لك، وبيسفر حد حتى لو بطريقه تانية مكلفه اكتر عشان يعمل بيه اللي هو نموذج، يقول لك اهو ده سافر وده عمل وده سوى. حتى دول ما بيعملوش كده، يعني دول مش مكلف حاجه خالص. ايه المفروض لما تاخد رفض في سفاره ما تقدمش الا بعد 6 شهور. دي 6 شهور اسمهم عده السفاره، وبعدين تدخل عليها تاني. ولا في ناس بتاخد رفض النهارده بتقدم كده في مده للطعن، يعني ما تزيدش عن ما اعرفش 10 ايام او حاجه، بتقدم في خلالها وبتاخد الفيزا تاني. 6 شهور ليه يعني؟ بلاش اقول لك جبت المعلومه دي من فين، المنطقي في المعلومه ايه؟ اشمعنى 6 شهور؟ نسيوا شكلك مثلا؟ عشان الدنيا تمشي معاك بعد 6 شهور. طب انا ملامحي مش مميزه، يعني ممكن ينسوني على شهرين ونص، ينفع؟ الراتب بتاعك من 4500 زلوتي ل 5500 زلوتي، يعني الراتب بتاعك في حدود 60000 جنيه مصري. يعني 5000 زلوتي يعني 60000 جنيه مصري. بغض النظر انه هتاخد المرتب ده ولا لا، اولا مفيش الكلام ده خالص. يعني في طبعا ناس تاخد 20000 زلوتي، دي قصه ثانيه، بس هو بيتكلم عماله وعماله عاديه وبتاع. بولندي شغال في سوبر ماركت زي اللي هنا مثلا، هتلاقيه بيصفي له في الشهر 2800. يا عم 3 ونص، مفيش 5. فاهم الفكره؟ طيب 60000 جنيه مصري دي حسبه يعني حسبه واحد اهطل. يعني انت ليه بتحسب بالمصري؟ هو الفلوس اللي هياخدها دي هياخدها يحوشها كلها وبعدين يبعتها مصر، ولا ال 5000 دول هنقول ان خدهم هيوفر منهم 500، وال 500 دول اللي هم هيروحوا مصر، ولا هيوفر منهم 400، ولا هيوفر منهم 1000، ولا هيوفر منهم قد ايه؟ انت فاهم الفكره؟ ما ممكن دوله انت بتاخد فيها كتير والتحويش فيها قليل. يعني دي حسبه كده في العموم. الموضوع عندي كله بياخد 6 شهور، وبعد 6 شهور ان شاء الله وبعد ال6 شهور اللي يعرف ابويا يروح يقول له. يعني انت فاهم اللي هو بعد 6 شهور، هو جالي الجمله ولسه هنشوف هنقول ايه بعد 6 شهور. ما تولع ايه اللي بعد 6 شهور كده يعني. عندك مكتب في مصر؟ ايوه يا فندم، عندي مكتب في اسكندريه. عايز تعرف المكتب ان شاء الله تراسلني على الرقم موجود في البايو ان شاء الله، او على سائر الصفحه، تبعت لي صوره الجواز السفر بتاع حضرتك، وان شاء الله ليك نصيب كبير معانا باذن الله. والله انت اللي ليك نصيب معانا باذن الله، مش عارف ليه متفائل. كمل. فجاه قال لك رمضان، ايه ده؟ رمضان جه مره واحده. احنا عدينا تاني يوم اهو في رمضان، على فكره احنا معديين تاني يوم في رمضان. اصبروا كده شويه تلاقي رمضان خلص. فعلا يعني ايه يا رمضان فيه؟ ايه يا رمضان؟ اللي هو رمضان فعلا ما جالش. يعني اللي بيروح لحد بيخبط بيبعت رساله، لكن رمضان كده فجاه تاني يوم رمضان ورمضان هيخلص. بديهيات حماده هلال عدوى. ف6 شهور ده طبيعي، ده الطبيعي بتاعها. لا 6 شهور ده الطبيعي بتاعكم، لكن الطبيعي في العادي لا، 6 شهور دي قيصري اللي هو المبكره، 9 اللي هو الطبيعي، لكن 6 مش طبيعي. اول مبلغ جديد تعاقد 1000 درهم اللي هو ب 14000 جنيه مصري. بعد كده ب 15 يوم بيجي لك الاوفر ليتر اللي هو العرض الوظيفي، بتعرف المهنه اللي انت رايح عليها وبتعرف الراتب بتاعك كام، بتمضي على الاوفر ليتر وبتدفع المبلغ الثاني 2150 درهم، 30100 جنيه. ليه 30100؟ عشان ده سريح، ده مش معلم، ده السريح اللي هو بيجيب الزبائن هو باخد ال100 واللي معلم باخد ال30. ما هو لا يمكن يكون ده كلام عالمي. بتبلغنا باليوم اللي بتحجز فيه الطياره، الطيران عليك مش عليا. بعد ما تحجز الطياره بتقول لي حاضر يا فندم، اقول لك الضمانات ايه. بعد ما بتحجز الطياره بتقول لي انا حجزت الطياره من الفلاني، يستناك المندوب بتاعنا ياخدك يوديك مقر الشركه اللي هتشتغل فيها، هتستلم الشغل بتاعك. كده احنا دورنا خلص، ما بيتواصلش مع العميل تاني، خلاص احنا دورنا بالنسبه له خلص. عشان اللي بيقول لي في ناس بتيجي تخش تقول لي عايزين حد نكلمه، اجيب لك واحد سافر بولندا ازاي؟
محدش بيخش يقول لك ما تحورش، انا لسه جاي لك دلوقتي في اللايف. فعلا دي المعلومه الوحيده اللي انت قلتها صح. اجيب لك حد سافر ازاي؟ انت هتجيب ازاي؟ انت اصلا تقريبا مش عارف مكان بولندا على الخريطه فين. هتواصل معاه ليه؟ خلاص ابقى انا شخص بارد لو كل شويه ارن عليه. هو مش فضيلي خلاص، شكرا، شاف حياته الراجل. فعلا شاف حياته وبحماته. ايه المشكله واحد انت صفرته لما يوصل ايوه يا عم طمن الناس ان انا راجل تمام وجفت معاك وعملت لك كذا كذا، يعني تبقى انت راجل بارد. ما طب ما انت بارد، نصبيتك نصبية واحد بارد، كلامك كلام واحد بارد. تمام. ايه الضمانات بتاعت حضرتك؟ اول حاجه بتمضي عقد مع الشركه بيحفظ لك المعامله اللي بينك وبين الشركه. تاني حاجه بتاخد ايصال الكتروني ممضي ومختوم برقم السجل الضريبي بتاع الشركه، يعني حاجه معترف فيها بليون بالمية. حاجه معترف بيها بليون بالمية. انا اعرف مليون في المية. بليون بالمية دي تمام. ما بقولكش هات عشان اروح اجيب، لا انا بقولك اوريدي انا جبت، تعالى شيك وادفع. حد خد باله من اوريدي انا جبت دي؟ اوريدي دي محمله، كلمه محمله تجيله. ليه يا ابني الحد دي يا ابني؟ ما تقول طبيعي منطقي. بالتالي اوريدي. طب اور نوت ريدي هتعمل ايه مثلا؟ على دماغي من فوق والله، على دماغي من فوق، على دماغي من فوق. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانت طيب حبيبي. في ايه ضمانات اكتر من كده؟ بالله عليك انا يعني. هي فين الضمانات يا حبيبي؟ الضمانات انك تديه فاتوره وتوريه سجل. فين الضمانات يا ابني؟ ما تنطق جول. فين الضمانات؟ يوقف حالك. فين الضمانات؟ بص في موضوع السفاره بقى عشان نتكلم فيه بقى باستفاضه مع بعضنا. طب واحد بيقول لي انا افرض رحت السفاره، على دماغ زي المسلم والله. واحد بيقول لي انا رحت السفاره وانت رفضت. بعرف سبب الرفض بتاعك. طبعا انا بكون معرفك اسئله السفاره كلها، بخليك جاهز للسفاره. تروح واثق من نفسك، ما تروحش خايف، يعني لا يقابلك واحد زيك زيه على فكره بني ادم مش بيعمل مش بيخض. تمام؟ تجاوب على الاسئله كويس هتاخد التاشيره. هتروح خايف تترفض. خلاص؟ تروح واثق هتاخدها. ودايما ليه مقوله بقولها؟ اللي بيراهن على نجاحه بينجح، واللي بيراهن على فشله بيفشل. ما يعني واللي بياكل على الافطار بيفطر، واللي بيتاجل في السحور بيتعب. واروح السفاره وانا مش خايف. انا مش خايف، انا ممكن اروح عادي. يعني هي واقفه على الثقه وان انا ما كنتش خايف. السفير لو كلمنا ضربه طيب. وعمرك ما شفت واحد راهن على فشله ونجح، ولا عمرك شفت واحد راهن على نجاحه وفشل. طب همشي معاك لقدام شويه. انت اترفضت في اول مره، تمام؟ بعرف سبب الرفض وبراجعه مع حضرتك وبقدم لك لتاني مره على حساب الشركه. تمام؟ طب امشي معاك لقدام شويه للاسوأ. لا كفايه كل شويه تمشي معاه شويه. ايه هتصاحبني؟ ايه القصه بقى؟ لو انا اترفضت هتقدم لي تاني على حساب الشركه مش من 9000 درهم اللي انا دافعهم يعني؟ في ان شاء الله اكتر من وسيله ان شاء الله اجيب لك بيها التاشيره باذن الله. شركه رابيد لاين. اكتر من وسيله. قول واحده وسيله واحده. انت ما قلتش حاجه. انت قلت كلام من غير لغه، من غير اي طلبات. بس ندفع 9000 وتودينا ومفيش حد راح، واللي راح ما ينفعش تساله عشان دي خصوصيات وحوارات واكشن. يعني كلام يا جماعه بالله عليكم، بالله عليكم ما تجعوش للناس اللي زي كده